السلام عليكم. كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نحضر معكم ملوزه ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني بطريقه سهله واقتصاديه كما كتشوفوا في لا فيديو. يعني ملوزه كتجينا ما شاء الله يا ربي، فيديو كيوضح نفسه. وكنقول لكم شكرا على الاشتراك في القناه، واللي باقي ما اشتركش في القناه كنتمنى انه يفعل زر الجرس ويشترك في القناه فضلا وليس امرا. كنقول لكم شكرا على الاشتراك وشكرا على المشاهده ديال الفيديو. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 500 غرام ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني. عندي هنا 4 ديال البيضات، ما غاديش نحتاجوهم كاملين على حسب كل مره. عندي هنايا معلقه كبيره مملوءه خميره الحلويات. عندي نص معلقه صغيره ديال النكهه ديال قشور الليمون. عندي رشه ديال الملح، نكهه ديال اللوز، 2 معالق كبار ديال الدقيق مخصص للحلويات، ومعلقه ديال الجليكوز. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، اول حاجه غادي نوضعوا فول السوداني اولا الكاوكاو المهم في البلاصه اللي غادي تخلطوا فيها الخليط. وهنا كما كتشوفوا اول حاجه غادي نضيف قشور الليمون ورشه ديال الملح وخميره ديال الحلويات. بالنسبه للخميره ديال الحلويات العبار يعني بالضبط 8 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. وغادي نضيف الدقيق حتى هو دوك 2 معالق كبار ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق علاش ضفنا الدقيق فيها؟ باش كيجمع لنا الحلوى، يعني ما كيخليهاش كتفرتت، يعني كيعاوننا ان الحلوى كتجي شابره في راسها. غادي نخلط النواشف هما الاولى، يعني نخلط النواشف مع بعضياتهم عفوا. ومن بعد ملي غادي نخلطهم عاد غادي نضيف الجليكوز وبيضات. انايا غادي نضيف الجليكوز. بالنسبه كما قلت لكم البيضات ما غاديش نضيف 4 بيضات كاملين. المهم 500 غرام ديال اللوز اولا ديال الكاوكاو، يعني هما نفس المقادير. الملوزه ديال الكاوكاو اولا الملوزه ديال اللوز عفوا كتدينا نفس هاد المقادير هادو. ما يمكنكم تستعملوا هاد المقادير، يعني نيتو بغيت تبدلوا غير اللوز اولا الكاوكاو كيبقى على حسب المتوفر في المنزل. بالنسبه للبيضات علاش حطينا 4 بيضات وما عملتهمش يعني كاملين؟ حيت بعض المرات راه كنعمل 4 بيضات، بعض المرات كنعمل 3، حيتاش باش تعرفوا ان العجينه ما خصهاش البيضات، يعني صافي بركه عليها من البيضات حتى تشوفوا ان بقات كتلصق معكم. انتم ما تشوفوا في فيديو كيفاش يعني العجينه كتلصق لكم في يداكم، يعني خفيفه، يعني العجينه ماشي مثلا قاصحه. خاصها ضروري تكون العجينه خفيفه، باش الملوزه كتجي هشيشه وكتجي يعني رطبه، ما كتجيش قاصحه يعني قاصحه وكتجينا رطبه، يعني كتجي هشيشه كتفتحوها يعني كتحسوا بها ان دغيا كتذوب في الفم. حيت الا كانت مثلا الملوزه قاصحه، الا كانت العجينه ديال الملوزه قاصحه راه ما تصدقش معاكم، يعني ضروري خص تكون العجينه يعني العجينه خفيفه باش تصدق معاكم. ثم غادي تشوفوا في فيديو كيفاش يعني في الاخر العجينه كيفاش خليتها. هنايا كنت عملت 2 بيضات وخلطت، يعني بديت نخلط المكونات مع بعضياتهم. ومن بعد زدت بيضه واحده، يعني ما زدتش الرابعه، زدت بيضه واحده فقط. هنايا عملت 3 ديال البيضات، ولكن بعد مرات راه كنعمل 4 ديال البيضات. انا قلت لكم يعني كيفاش خاصه العجينه تكون كتلصق معاكم في يداكم. وهنايا غادي نزيد البيضه الثالثه. المهم غادي تشوفوا في فيديو كيفاش العجينه كتلصق لي في يدي، يعني العجينه ماشي خفيفه، يعني العجينه كتلصق لي في يدي. كما قلت لكم ضروري تشوفوا العجينه انها كتلصقكم في يداكم، غتعرفوا العجينه انها غتصدق معكم. ما كانتش يعني ملوزه كتلصق لكم في يداكم يعني قاصحه، راه ما غتصدقش معكم. وبالنسبه لهاد الملوزه هذه راه يمكن لكم تحضروها في اي مناسبه بغيتو، هي نيته اللي كيخدموا بها في باتيسري او في محلات ديال الحلويات، يعني هي نيته ما كايناش الفرق. وهذه بالنسبه هاد الملوزه هذه راه كنخدمها كوموند، يعني كنخدمها كوموند للناس، المقادير اللي فيها راه كنخدمها كوموند للناس. بالنسبه مثلا الملوزه شحال بغيتو مثلا تخرجوها بالثمن حاليا 2 دراهم، يعني ما يمكنكمش تخدموها اقل من 2 دراهم نظرا هادشي هذا اللي واقع، او 2 دراهم و20. هيدا باش كنخدموها دابا حاليا. هي يعني كانت ملوزه ديال الكاوكاو كتخدم 150، يعني 1 درهم و50، ولكن حاليا راه كتخدم 2 دراهم ولا 2 دراهم و20 باش كتسلكم. يعني الثمن مثلا اللي بغى يخدمها هيدا كوموند، ولا اللي بغى يعرف يعني ملوزه ديال الكاوكاو حاليا شحال الثمن ديالها. المهم هنايا كما كتشوفوا رجعوا يعني العجينه كيفاش عامله، كما كتشوفوا العجينه كيفاش كتلصق لي في يدي، يعني عجينه لاصقه لي في يدي
كتلاحظوا في الفيديو يعني الطريقه ديالها كيفاش. والطريقه الثانيه كما كتشوفوا دابا ندوزو المرحله الثانيه. المرحله الثانيه يعني كما كتشوف في مناسبات في اي افراح الحلوى كامله كتكون نفس الحجم ونفس العبار، يعني ما كتشوفوش مثلا حلوى اكثر من حلوى، يعني ما مخدوماش بطريقه عشوائيه. السبب هو اننا كنوزنوا الملوزه او لا اي حلوى كانت يعني كما كانت خاصها ضروري توزن الا كنا مثلا نخدموها شي مناسبه باش تجينا نفس العبار. كما كتشوفوا هنايا عملت فيها انا 23 غرام، يمكنكم تعملوا فيها 22 غرام 23 غرام، يعني اما رقم زايد او لا رقم ناقص. ما تعملوش مثلا وحده فيها 23 او 22 غرام وحده مثلا فيها 18 غرام، يعني الملوزه ما غتجيكمش بنفس الحجم، يعني غتجيكم وحده كبيره وواحده صغيره. خصنا ضروري اما مثلا تعملوا 15 16 اما 17 18، يعني هذا هو العبار ديالها، دائما رقم زايد او لا رقم ناقص باش تجيكم الحلوى كامله بنفس الحجم. يعني كما قلت لكم ما تجيش واحده كبيره او واحده صغيره. بالنسبه لهنايا عندي ماء الزهر، يعني غير كنفزك يدي بعض المرات باش ملي كنهز العجينه. بغيت نقول لكم واحد المعلومه، ما تفزكوش سكر كلاصي، يعني سكر كلاصي ما تفزكوش ماء زهر نهائيا. من تكونوا كما كتشوف في لا فيديو ما كنفزكش يعني الملوزه. نقدر نادي يدي ملي كنكون كنهز العجينه ولكن ما كنفزكش الملوزه. السبب علاش؟ باش الكولور ديال الملوزه يجيكم في ابيض، يعني تبقى لكم الكولور ديال ابيض وديك التشققات كيبانوا في الذهبي. الا مثلا تفزك يعني سكر كلاصي تفزك، راه الملوزه ما غتجيكمش في ابيض، غيجي الكولور ديالها فحال لي عاطي الاورانج، فحال لي يعني فحال لي محمره بزاف، ديك الكولور في شكل. المهم هذه كمعلومه. ولكن بغيت نقول لكم معلومه اخرى، الا مثلا لا حسب كاين كليان مثلا كتعجبو يعني الملوزه يعني تكون ديك كولور فحال لي محمره، كاين اللي كتعجبو الكولور ديالها في البيض. ثم تمشيو على حسب يعني على حسب كليان شنو باغي. وكما قلت لكم حتى الملوزه يعني على حسب الحجم، كاين اللي كيبغي مثلا الملوزه يعني تكون كبيره، كاين مثلا الكليان اللي كيبغي الملوزه تكون صغيره متوسطه. المهم نتوما دائما كتخدموا على حسب المتطلبات ديال الكليان. اللي كانت نضر كيبقى لكم على حسب الاختيار، بغيتو تخدموها عشوائيه يعني كيبقى المهم كل واحد يعني حر كيفاش يخدمها. انا عطيتكم كمعلومه، نتوما يعني اللي بغى يطبقها دائما الانسان كيزيد واحد الحاجه من عنده يعني على حسب داكشي اللي كيرتاح له. المهم كما كتشوفوا هنايا اختصرت الفيديو، انا بغيت نطول عليكم فيديو باش ما يجيش طويل بزاف. حاولت انني نشارك معكم معلومات يعني الضروريين واللي خصهم يكونوا. انا غادي نلوي هادشي هذا في سكر كلاصي وكما كتشوفوا. وبالنسبه للكاوكاو عندي محمر، يعني ماشي مثلا عملته خضر، حمرته في الفران عاد عملته فيها باش حيت هي ما كديناش واحد الوقت ديال الطياب بزاف. نقدر نقول لكم شي هيدا 14 دقيقه مثلا دغيا كتوجد معنا، يعني ملوزه ما كتعطلش دغيا في الفران. الا كنتو طيبوها في الفران يعني في الزنقه راه ما كتديش واحد الوقت طويل، يعني دغيا كطيب. وحاولوا ان مثلا اللي غايطيبها لكم قولوا راه يعني عندك يحرق لكم يعني من تحت تحرق من تحت، حيت هي راه ما كتديش واحد الوقت طويل ديال الطياب. انا حاولت نبسطكم داكشي الى اقصى درجه، حاولت نشرح لكم بطريقه مبسطه باش كلشي يفهم وباش كلشي تنجح مع هاد الملوزه ان شاء الله يا ربي. بالنسبه كنتمنى انكم تجربوها وتردوا لي في كومونتيرات، يعني ما كرهتش صراحه تجربوها وتردوا لي في كومونتيرات. وانا شاركت معكم ملوزه يعني قبل ما نطيبها كما كتشوفوا كتبان نفس العبار، يعني ما كتبانلكمش وحده كبيره وحده صغيره. بالنسبه للعدد ديال الحبات اللي خرج لي يعني 500 غرام ما يعادل نص كيلو. 500 غرام ديال الكاوكاو او الفول السوداني ما يعادل نص كيلو، 50 حبه. وهنايا كما كتشوفوا من بعد ما طيبتها كما كتشوفوا كيفاش كتشقق معنا، يعني كتجي كامله ديك التشققات وكيبقى لنا داك الكولور في البيض كما كتشوفوا في لا فيديو. يعني كما قلت لكم ضروري خص يكون ديك التشققات وديك الكولور في البيض باش كتكون الملوزه نجحت معنا. كنتمنى من الله تعالى ان الفيديو يكون لقاكم باحسن الاحوال.